من الأكلات الحلوة المنسية المكرونة المحمرة. نفسي راحت ليها، قلت أعملها بطريقة حلوة هتعجبكم. يلا بينا، قبل ما نبدأ الوصفة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جبت حلتي بقى الألمونيا الحلوة دي، حطيت فيها شوية زيت كده محترمين يسخنوا شوية، ونزلت بحوالي كيلو إلا ربع مكرونة، يعني صغيرة ما تكونش كبيرة. بجد بجد انا ما كنتش فاكره هتطلع حلوه كده. عملتها بالخضار، تحفه جدا جدا جدا. والواحد بقى ياكل فيها مش عايز يشبع، مش عارف يشبع من جمالها. المهم ان انت تحمريها حلو، علشان لو ما اتحمرتش حلو وفيها حتت لسه نيه يعني هتعجن. لازم تتحمر حلو. على بال بقى ما اتحمرت، جبنا بقى الخضار بتاعنا، طماطميتين كده مبشورين، معلقه توم، طماطميتين مقطعين، فلفل اخضر، فلفل الوان عندك، جزرايه، بصلايه، كوسه، ممكن بطاطس لا، بسله، اي خضار عندك، ملح، فلفل، بابريكا، مكعب مرق، بس كده، وميه مغليه. الوصفه حلوه. انا حبيت المكرونه المحمره تبقى فيها شويه خضار، تبقى حاجه كده مغذيه، خصوصا لو الاطفال كلوها. بجد والله طعمة جدا، وحاجة بسيطة يعني، مش حاجة مكلفة ولا حاجة. طبعا زي ما انتم شايفين نزلنا بالخضار لما المكرونة اتحمرت، وبالمكعب المرق، وبالملح والفلفل والبابريكا، وقلبنا ونزلنا بالمية عليها، ايه، سقيناها كويس. بس غليت وطينا عليها لما اتشربت، وهي والله يا جماعة طعمة جدا جدا. تنفع من غير سلطة، تنفع من غير لحوم، تنفع من غير، من كتر ما هي فيها الخضار وطعمة. مع السلامة، فيديو جديد.